بالعلاقات الدولية ما في منح أو ما في هدايا تقدم لطرف من طرف إلى طرف آخر. فالولايات المتحدة والمجتمع الدولي بحاجة لسوريا دولة طبيعية فاعلة بالإقليم، ومستقرة سياسيا ومزدهرة اقتصاديا، بقدر حاجة سوريا لرفع العقوبات عنا وعودتها لمسار أو سكة دولي طبيعي. فبعتقد أنا المصلحة متبادلة بين المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الإقليم كافة، وبين السوريين لن وبين السوريين لحتى وصلوا لعملية أنه إزالة آخر عقبة أو آخر فقرة في العقوبات اللي موضوع عليهم، اللي كان منا في عقوبات وتصنيفات على بعض أفراد القيادة السورية، في كان عقوبات قيصر كارثية كانت، وفي عقوبات كثير منا بتتصل في الكونغرس، ومنا ممكن تنزال في أوامر رئاسية. هذا نتيجة شغل وجهد كبير من القيادة السورية، استغرق عام ونصف نعم. كامل من وصول القيادة السورية إلى دمشق وإسقاط النظام المخلوع. بين أنه في رؤية واضحة عند القيادة لاستعادة دور سوريا إلى استعادة دور وجعلها دولة طبيعية في الإقليم. هذا الشيء اتلقفه المجتمع الدولي كله، كان في قلق، كان في حذر. شفنا الزيارات الأوروبية التردد، لحتى شفنا زيارة رئيس أو أهم دولة في أوروبا، الرئيس ماكرون كان في دمشق من يومين ثلاثة. فهذا الجهد، هذا المسار، هاي رؤية عند القيادة السورية لتحويل سوريا إلى دولة طبيعية خالي من المخدرات، خالي من الإرهاب، دولة بتتفاعل مع الإقليم. المجتمع الدولي هو بحاجة سوريا اليوم كدولة مستقرة أكثر من أي وقت آخر. سوريا خلقت توازن في المنطقة، سوريا قطعت المحور الإيراني جغرافيا. إيران بدون سوريا السابقة، سوريا الأسد المخلوع، كانت إمبراطورية، الآن عبارة عن أزرع ومركز. نعم. فسوريا كثير دورها مهم. سوريا الآن الرؤية اللي عم يشتغل عليها السيد الرئيس، عم يرددها في كل إطلالاته، عم بيقول إنه نحن سوريا بدنا نحولها لبلد مزدهر اقتصاديا، عقدة نقل طرقي وسككي، أو بشكل ما إنه بشكل بديل عن مضيق هرمز بري. يعني الحرب رح تستمر طويلا، ونحن عم نشوف بعد مذكرات التفاهم هذه الحرب نعم. الأمريكية الإيرانية رح تستمر طويلا، ورح تكون سوريا معبر آمن لخطوط نقل الطاقة، لخطوط الإنترنت، لحركة المسافرين، للحركة التجارية، نعم، سأتحدث لتعوض بعض من أستاذ أضرار. باسل عن يعني الشق الاقتصادي من تداعيات رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب في الشق الثاني من هذه الساعة الإخبارية. علنا نركز قليلا في شقنا الأول من البرنامج أو من هذه الساعة عن تداعيات هذا القرار سياسيا وفي العلاقات الدولية مع سوريا. هل سيساهم هذا القرار بالفعل اليوم في إزالة المخاوف لدى بعض الدول؟ يعني بعض الدول ما زالت مترقبة، وإن كانت يعني قد فتحت العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، لكن ربما مترقبة من ناحية الدخول في استثمارات، الدخول في سوق الأعمار وما إلى ذلك. نعم، سياسيا سوريا النموذج السوري عم بيقدم نفسه كنموذج ناجح لمرحلة المخاض اللي مرق فيه ثورات الربيع العربي كلها. سوريا هي الدولة الوحيدة اللي ثورات الربيع العربي وصلت فيها إحدى الثورات الشعبية إلى السلطة، وتمكنت من إجراء تغيير جذري في كل منظومة الحكم السابقة. وهذا التغيير الجذري منظومة الحكم راح يستتبعه تغيير اجتماعي وبنيوي في الإقليم، وكل الإقليم مرتاح من هالتغير السوري، طبعا باستثناء إيران وإسرائيل. كل الإقليم مرتاح من سوريا عم بتقدم نفسها نموذج، والعالم كله عم يريد يخلق من سوريا نموذج انه هذه الدولة التي كانت بؤرة للإرهاب وبؤرة للمخدرات نعم. وبؤرة أو مركز لتصدير اللاجئين
وطرح المشاكل إلى الاتحاد الأوروبي وإلى دول الجوار عم تتحول الآن لبلد مستقر اقتصاديا، عم يتحقق فيه مشاريع كثير مهمة أو بدايات مشاريع لعودة اللاجئين. سوريا عم تصدر السلام والاستقرار والازدهار والأمان، ودائما المسؤولين السوريين بيقولوا نحن لن نكون مصدر قلق لأي أحد من دول الجوار. هذا النموذج السوري مطلوب إنجاحه. السوريين قدموا نفسهم هيك وعم يلاقوا استجابه من الاتحاد الاوروبي ومن دول الاقليم وبالاخص من الولايات المتحده. نعم. الولايات المتحده كان لها كثير دور كبير في اعاده استقرار سوريا وتوحيدها عندما رفعت الدعم عن تنظيم قسد، وبالتالي اصبحت سوريا في ظرف اشهر معدوده دوله واحده مستقره. والرئيس ترامب اشاد بالرئيس شرع، قال انه تمكن من إعادة توحيد بلاده خلال فترة محدودة. كانت سوريا أربع دول، وكان في 4 حكومات، وكان في كل مظاهر الاضطراب وإثارة القلق عند الجوار. سوريا الآن دولة واحدة مركزية تحكمها حكومة رشيدة وبتصدر السلام والأمن على كل دول الجوار. باسل المعراوي، في الشق الاقتصادي كيف سيكون تأثير هذا القرار ومتى نشاهد الفرق على أرض الواقع؟ نعم، أنا بعتقد لحتى تنجح سوريا كدولة مستقرة وطبيعية ما بكفي تنجح سياسيا بأنه وحدت أراضية تحت سلطة واحدة عم بتحاول يعني سائرة في طريق التعافي المجتمعي، عم بتحاول إصلاح ما خربه نظام الأسد في نسيج المجتمع السوري. لابد من نجاح اقتصادي. النجاح الاقتصادي هو الأساس المتين اللي بده يدوم عليه أي نجاح سياسي أو أي نجاح مجتمعي. السوق وازدهار السوق الداخلية بيوحد السوريين كلهم، بيوحد السوري اللي بالغرب مع السوري اللي بالشرق، وقت اللي بيكون في مصالح متبادلة وفي سلع اللي يبيعون لبعضها وفي تعامل وفي تحويلات مالية بيناتهم. هذا الشيء بيحاول يعني بيؤدي للتغلب على كل الحواجز اللي صنعتها الحرب السابقة أو اللي حاول نظام الأسد تخريبها. فأهمية الشق النجاح الاقتصادي السوري كثير ضروري لاستقرار المجتمع السوري ونجاح الرؤية اللي حاملتها القيادة السورية لسوريا. 2، أي ازدهار اقتصادي في سوريا راح يجفف مصادر الإرهاب بيستثمر بالفقر، الإرهاب بيستثمر بالبطالة، الإرهاب بيستثمر بالنزوح والتشرد. فأي فرص عمل راح تنفتح، راح يكون هذا بمثابة يعني الحرب على الإرهاب، الحرب المنهجية على الإرهاب، ما بس فقط الحرب الأمنية. فتجفيف منابع الإرهاب بده يكون أحد أسبابه هو الازدهار الاقتصادي وتنظيم الدولة، هذا اللي حاربته الولايات المتحدة والتعاون الدولي 10 سنين وسلمتنا التركة إنها ما تمكنت أمنيا وعسكريا من إنهائه، وتركت المهمة على عاتق الشعب السوري. نعم، وهذا القرار أستاذ باسل هل سيفتح الباب في مصراعيه أمام اليوم الاستثمارات العربية، الاستثمارات الدولية، لا سيما أننا شهدنا أيضا موجة ترحيب عربية كبيرة في هذا القرار التاريخي الذي أصدره الرئيس ترامب؟ نعم، كل المستثمرين بيتمنوا رفع، وحتى يعني هذا الترحيب عم يعكس المواقف الحقيقية للدول. كل الدول المحيطة العربية بدها سوريا يعني دولة مستقرة، وخطوط الطاقة وخطوط الطرق وخطوط الشحن تكون آمنة فيها وما في أي اضطرابات اجتماعية. هلأ نحن عم نشوف العراق مبدئيا عم يصدر 50,000 برميل بريا عبر سوريا، وفي خطط وضعت لإصلاح أنبوب النفط العراقي اللي بيصب الساحل السوري. فهذا الحكي هاي حتى العراق بهمها، هاي دولة مجاورة كبير بهمها الاستقرار السوري. الدول الخليجية اللي عم بتعاني من مشاكل مضيق هرمز بهمها كثير استقرار سوريا بشكل
عام، والاستقرار الاقتصادي بده يؤدي لاستقرار سياسي، وبده يؤدي لدولة طبيعية مرتاحة. رح تمر خطوط الطاقة والإنترنت والحركة التجارية كلها من أوروبا عبر سوريا إلى الخليج العربي، وهذا شيء بيريحهم كثير من نعم. مشاكل مضيق هرمز والتهديد بإغلاقه بين فترة والتانية. سوريا نعم. الدولة الرئيسية العضو في محاربة الإرهاب، ما معقول تكون دولة راعية للإرهاب. يعني هو الشيء الغلط أنه نحن سوريا انضمت إلى التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب قبل رفع التصنيف الأمريكي عنا. يعني صفى التصنيف الأمريكي، عفى عليه الزمن، يعني صفى من الماضي. سوريا انضمت وعم تعاون مع القيادة المركزية أو مع قيادة التحالف الدولي في الحرب على الإرهاب. والساحة الرئيسية للتحالف الدولي في الحرب على الإرهاب هي سوريا والعراق، محل ما متواجد التنظيم الدولي. سوريا متولي الشق السوري، سوريا عضو الرقم 90 في التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، ومصنف في دولة راعي للإرهاب. فصف هذا الحكي قديم ومن الماضي. وموضوع ال 45 يوم موضوع بيروقراطية أمريكية، وهيك الأمريكان بيشتغلوا. والرفع الحقيقي أنا بحبه، الرفع الحقيقي للعقوبات بوجود رئيس ترامب كان رفع تاريخي، تم بسرعة غير متصورة حتى من الوسطاء من تركيا وقطر والسعودية اللي سعوا انه عند الرئيس ترامب، واكثر من توقع القيادة السورية. فكان الرئيس ترامب حاسم. العقوبات الامريكية اخذت على العراق 7 سنين، وما زال العراق تحت الوصاية، بيبيع نفطه وبيروح على البنك المركزي الفيدرالي الامريكي ليعيد ضخ الاموال. سوريا بدون وصاية امريكي، العقوبات تم رفعها دون قيد او شرط. هذا الشيء بيعزز الثقة بالاقتصاد السوري، بيعزز الثقة بالمستقبل السوري، بيعزز الثقة بالقيادة الحكيمة اللي عم تبني سوريا على أسس صحيحة. وأنه في استقلال في قرارنا، ما لنا مرهونين لأي أحد.